كل طالب بيسافر بيكون عنده قصص كتير متحكتش، قصص عن الناس والأكل والصحاب. عشان كده في بايونير قررنا ننزل نسأل طلابنا عن قصصهم. كلمنا شوية عن نفسك، اسمك، سنك، بتدرس ايه في أي جامعة؟ اسمي فراس محمد، عندي 18 سنة، بدرس كمبيوتر انجينيرنج ارتفيشال انتليجنس في جامعة UCSI. اسمي محمد حسن، 19 سنة، ميكانيكا UCSI. ايه أكتر حاجة بتحبها في الجامعة بتاعتك؟ في طلاب عرب كتير وده بيخلي الغربة تقريبا شبه منعدمة وإن كل الناس تقريبا عارفة بعضها. الكوميونتي. بتحس ان الطريقه في التعليم في ماليزيا مختلفه عن بلدك، وازاي؟ مختلفه عن بلدي عشان الناس بتركز معاك ودايما بيبقى فيه اسئله ليك ودايما بيعرفوا مثلا لو انت مش بتذاكر مش بتيجي وكل الكلام ده. هنا انت بتختار المواد اللي داير تدرسها في سنه اولى، المواد اللي داير تدرسها في سنه ثانيه. بتحب تذاكر فين؟ صراحه انا بحب اذاكر في البيت وساعات مع اصحابي، يعني مثلا ممكن كل واحد فينا يذاكر لوحده وبعد كده نيجي نحل مع بعض عشان نشوف الغلطات وكل الكلام ده. بحب اذاكر في البيت اكتر حاجه. بتشتري طلبات البيت منين؟ وتعلمت تطبخ ولا لسه؟ رز وفراخ، مكرونه كده على قد يعني. اتعلمت اطبخ الطبخات الحياه البسيطه. جربت اكل ماليزي قبل كده؟ وايه اكتر اكل عجبك؟ طبعا جربت قبل كده. في حاجه اسمها ناسي جورينج ايام كونيت، دي رز وفراخ. في برضه حاجه اسمها روسي سوسو، دي زي فطيره بسكر كده. لحد الان ما جربت اكل ماليزي، بجربه ان شاء الله. لو رجعت بالزمن كنت هتختار تدرس في ماليزيا تاني؟ الصراحه اي بلد ظريفه. مين اقرب حد ليك هنا في ماليزيا وتعرفته ازاي؟ زيدان، ومش محتاج اتصل عليه، هو معانا دلوقتي فبس يجي. انا اصلا جيت هنا، اصلا كان عندي اولاد عمي هنا، هم 2، واحد قرب يتخرج والثاني في فاونديشن لسه، فدي اصلا بعرفهم من السودان. نصيحة تقولها لحد لسه مخلص ثانوية، مهما كانت النتيجة، مهما كانت أي حاجة، أنت تعرف توصل لأي حاجة أنت عايزها، بس لازم تركز عليها. تحط ماليزيا طبعا في اختياراتك عشان هي بجد بلد كويسة. يشوف كل المجالات، ما يبدأ عليه مجال مثلا كهندسة أو طب، لأنه عندنا حاجة في الدول العربية إنه أهله يقول لك إما طب إما هندسة. يشوف باقي المجالات، في مجالات تانية حلوة.